الحكاية ابتدت بقطر وملفوف بعلم الزمالك، والناس كلها فرحانة والجماهير فرحانة، وانتهت بالمركز الثالث. ركز معايا ركز معايا، قطر واحتفالية بالفوز بالدوري، وانتهت بالمركز الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معتز في قناة الحريف مع معتز. كل واحد يعمل اشتراك ويعمل لايك، ولو انت زملكاوي وحابب المحتوى اعمل شير وبلغ صحابك واعمل شير في كل حتة. عقد رعاية ضخم لنادي الزمالك واحتفالية كبيرة، واحنا بنمر بمرحلة حرجة. نجح رئيس مجلس الإدارة، مش هقول اسمه، في إبرام عقد رعاية كبير مع شركة كبيرة بمبلغ ضخم 50 مليون جنيه كل سنة. ده بزائد على حد قوله ان هو بيقول ان الشركة الراعية دي زملكاوية، كل اللي فيها زملكاوية، وهيعملوا نظام حلو لنادي الزمالك. أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. احتفالية عقد الرعاية في غياب فتوح لليوم الثاني على التوالي، غياب أحمد فتوح لليوم الثاني على التوالي، اللي هو أحسن باك شمال في الشرق الأوسط وأفريقيا. أحمد فتوح أحسن باك شمال في الشرق الأوسط وأفريقيا. هتاجي تعترف إن أنت شارب ومرافق وضارب كان به، مش هتاجي تعترف هخرب بيتك وهفضح أمك. وهو ده اللي حاصل مع المسكين، هو ده اللي حاصل مع المسكين. بس يا فتوح احنا معاك وفي ظهرك، يا فتوح احنا جمهور الزمالك معاك وفي ظهرك، مش هنسيبك. احنا مش مصدقين الكلام ده ومش هنصدق الكلام ده، مش هنصدق الكلام ده. طلع علينا النهارده خبر جون أوبوكا زملكاوي. طيب ما كان قدامنا في انتقالات الصيف وهو الواد كان عايز ياجي الزمالك، ليه نسيب لما يقولوا لنا في 20 مليون و30 مليون واربع لعيبه ليه؟ 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 هنقعد نقول ليه ليه ليه؟ ما كان قدامنا في الصيف رايحين نجيب المشلول ده، اسمه الزفت ده، البنيني ده والله العظيم ده ما حد يديله فلوسه، ده يروح بلادهم بتوك توك مش بطيارة. سامسون يروح بلاده بتوك توك مش بطيارة. بس الرك على اللي جابه العين الخبيرة اللي عايزة خزيجها، هو ده اللي عايز يتغز، هو ده. طبعا كلكم عارفين اسمه. الخبر الثالث او الخبر الثاني، عمر كمال ورضا بوبو في الاهلي رسميا. فاضل رطوش خفيفة وان هم يبقوا في النادي الاهلي. مبروك عليهم، مبروك عليهم، عشان احنا بنعمل اتفاقات شفوية، مفيش هات ورقة وقلم وخد مقدم تعاقد وفي امضاء رغبة، ما عندناش، مش بنعمل الكلام ده. احنا مش بنعمل الكلام ده ومش هنعمل الكلام ده. احنا عايزين قعدة عرب، وايوه يا مصلحي خلاص اللاعب ده عندك اللاعب ده عندي. مفيش الكلام ده في الكورة، خلاص ده بطل الكلام ده. قعدات العرب دي كلها دي بطلت، قعدات العرب دي كلها بطلت. هذا النهارده النادي الاهلي بيتنازل عن حقوق السوبر لنادي الاتحاد في السلة. يا عيني يا عيني كده مروان عطية اللي انا معرفوش واللي انا مش مقتنع بيه واللي انا في الزمالك عندي سيدو في المركز ده، راح الاهلي، راح الاهلي خلاص. من هدى بيبو خلاص قال انا يا الجمهور هيطحني يا الجمهور هيغليني. وما ادراك ما جمهور الاهلي، جمهور الاهلي بياكل الاداره.
جمهور الاهلي بياكل الاداره. فخلاص كده ما حدش يزعل من محمد مصلحي. دلوقتي الكاشات، الفلوس، ابدني تجدني على طول، اديني الفلوس يا باشا، مبروك عليهم. بس ده بيبين لك يعني التعامل بجدية في الصفقة والتنازلات، وبيقدم لك وخلاص ده مكان ده. لكن احنا عندنا العنجهية. لا، اللاعب ده ما يسويش 20 مليون، اللاعب ده ما يسويش 10 مليون. بقول لك هي ثلاثة، عاجبك مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. لا يا حبيبي، اخبط انت دماغك في الحيط. الكلام ده بطل، ده لو الدراع ده، الكلام ده بطل دلوقتي. عاجبك صفقة، واحنا اللي عايزين صفقات بالخصوص مش الاهلي. احنا عايزين صفقات، الزمالك اللي عايز صفقات مش الاهلي. وقد اعذر من انظر. دلوقتي احنا المركز الثالث في موقف لا نحسد عليه، في موقف لا نحسد عليه والله العظيم. كتر خيرنا، كتر خير جمهور نادي الزمالك فعلا. احنا في موقف لا يحسد عليه، وان شاء الله اللي جاي افضل. مش عارف ازاي، بس بنتمنى من الله اللي جاي افضل. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.